أهلا مرحبا بكم أيها السادة والسيدات. اليوم عاوتاني فيديو جديد الدراري، متنساوش لايك وسبسكرايب. اليوم غندوي على الراو سوالت. بزاف ديال الناس كيجيهم الراو سوالت أو السهيل، واحد الإنسان حاقد ما كيحملش الناس اللي هما ناجحين، ما كيحملش الناس اللي هما فايشين في شي لعيبة، ديما كينتقدهم، كيحاول يطيحهم، كيحاول يطيح منهم، كيحاول يرد البيبليك ضدهم. بزاف ديال الناس كيجيهم سهيل بهاد الطريقة هادي، كيجيهم توكسيك، ما كيحملش الناس، محساد، مغيار، كيبغي يقطع الناس رزقهم. بزاف ديال الناس بحال هكا. انا غندوي على هاد الاخ سهيل هذا. هو شوف، كاين واحد شويه هادشي كله اللي كيقولوا الناس راه كاين منه شيء من الصحه، راه ما كاينش شي حاجه، كاين ما كاينش شي دخان بلا عافيه، خصكم ديروا في بالكم. مؤخرا بان انه كياتاكي بوز، ولكن انا باش نكون معكم صريح، انا اللي جاني غريب هو انه اتاكا بوز وقبل شهر هادي كان كيلحسو، ودابا ولا مع المورفين. قبل شهر كان كينتقد المورفين وكان كيلحس بوز، دابا حاليا هو مع المورفين وضد بوز، في ظرف شهر تقلبت الفيزا. انا هذه ما فهمتهاش، انا كنقول واقع شي حاجه حنا ما عارفينهاش. بون كان تنقول بلي كاينه شي حاجه حنا ما عارفينهاش، كاينه شي حاجه في الخفاء. ما عرفتش نقول لكم الحقيقه 100%. كاينه شي حاجه في الخفاء، يا اما بوز كان دايره مع سهيل شي لعيبه وخوا بيه، يا اما صيفط له على ود ستريم ولا شي لعيبه والاخر دار فيه، ولا كانت شي رياكسيون خايبه. يعني ما يمكنش الانسان ينقلب بهذه السرعه هذه في ظرف شهر كان معاه، دابا ولا ضده. نعم راكم كتشوفوا الاخوان، يعني انا هذه هي اللي ما تفهمت لياش. ستريمات اللي دار مؤخرا مع الدراري ستريمات معقولين، يعني ايش كنت مثلا واحد مظلوم ما عندوش فين يدوي، اكيد غتعطيه. انا هذه كتحسب له انه عطى لوك الدراري فرصه فين يدوي. فهمتي؟ يعني انا باش نكونوا منطقيين، عطى الدراري فرصه فين يدوي. بوز غلط 100%، ولكن كاينه شي لعيبه يعني انه فريمون دوا بزاف على بوز. باش نكونوا واقعيين كاينه شي لعيبه، انا ماشي ضدهم دابا، ماشي ضد لا بوز ولا سهيل، ولكن كاين شي لعيبه، انا كنقول كاين شي لعيبه يعني ما تحكموش يعني ظاهريا، راه كاين شي لعيبه في الخفاء. كاين اللي غايقول لي عاوتاني بوز ضد الدراري ديال كيك. شوف، سهير راه كان بغا يدخل الكيك باش نكونوا فاهمين، وراه كان قالها في واحد الفيديو، قال بانه راه غيدخل الكيك، ولكن العائق اللي كان هو ان الياس المالكي تحداه وقال ليه الا دخلتي انت غادي نخرج انا. وبطبيعه الحال كيك كيشوفوا بان الياس المالكي عنده ارقام وما يمكنش يخسروه. بهذا يعني تحرقات ديك الورقه ديال كيك، وبهذه الطريقه هذه سهيل ما تسرطاتش ليه، يعني ما تسرطاتش ليه ولا كياتاكي الدراري ديال كيك. وهذه انا ما عجبتنيش فيه صراحة. ربما هو من تحرقات ديك الورقة يبقى عنده مشكل مع إلياس يدوي عليه، ولكن ما يعطيكش الدراري ديال كيك. هذا راه مشكل كبير ومشكل كبير. انا كتبقى تاتاكي في الدراري ديال كيك، حتى هما راه بحال كيترزقوا الله، ربما جاتهم فرصة انهم فين يربحوا. حتى انت جاتك فرصة تقريبا في 2020 2021، كانت عندك فرصة ذهبية، كنت كتربح فلوس صحيحة. ديرت انت ديرت انت عادي، جات وقيتهم حتى هما خليهم يدوزوا وقيتهم، ما نكونوش محسادة عاوتاني. انا اللي كان غيشوف هاد الفيديو دي يشوفو سهيل، كنقول لك اخويا يعني حتى انت دوزتي وقيتك في الارباح في الفلوس، يعني خلي الدراري ما يكونش فين واحد الحسد عاوتاني، يربحوا حتى هما ولا ما يربحوا السوق من هذاك. المسألة ديال حرام ماشي حرام، من حقك تدوي عليها، ولكن راه ما من حقكش تحاسب بنادم، من حقك تقول هذه ممكن تكون حرام ممكن ما تكونش حرام، ولكن ما من حق حتى شي واحد يحاسب شي واحد، لان اللي كيحاسب هو الله، ماشي انا وماشي انت وماشي الاخر وماشي الاخر. و مسألة ديال حرام ماشي حرام، انا ما فهمتش صراحة. انا اللي خص شي واحد اللي يكون من اهل الاختصاص، كيف كتشوفوا انهم هما كيستريميو كياخذوا فلوس، يعني ما كيديروش هما حتى شي عمل حرام. ربما المنصة كتجيب فلوس من قمار ولا شي لعيبة هذاك سوق ما هذاك، انا ما عرفتش باش ما نكذبش عليكم، انا كيبان ليا ماشي حرام، ولكن اهل الاختصاص هما اللي يقدروا يعطيو الوجهة ديال نظرهم في هذه المسألة هذه. أنا ما نقدش نقول واش حرام ماشي حرام، هذه مسألة صعيبة وصعيبة بزاف أنني ندوي فيها، وخصوصا المسألة ديال حرام ماشي حرام، هذه راه شي حاجة صعيبة وشي حاجة اللي ميمكنش أي واحد يدوي فيها. دونك هذا هو الفيديو على سهيل، فيديو خفيف ظريف، فيديو أنا كندوي فيه أنه اللي ما كيعجبنيش في سهيل أنه فاش كيولي عنده شي مشكل كيبقى دايرك في راسو، بحال البلان اللي كان بينه وبين طوطو، البلان اللي كان بينه وبين البنج، البلان اللي كان بينه وبين إلياس المالكي، البلان اللي كان بينه وبين سميتو فاروق. يعني حتى المشكل كنحس به انه فاش كيدوي على فاروق انه فيه واحد شويه ديال ما حاملوش ولا شي لعيبه، يعني صافي فهمتي ما تحسدش وراه يسترك انت الله انت وتربح اكثر منهم وكذا، وهذا هو اللي كاين.
كنعاود نقولها أنا إلياس هذا سهيل كنتفرج في اللايفات ديالو مزيانين، ولكن مكيعجبنيش فاش كنحس بيه كيعطيك شي واحد يعني ما دار له والو، أو أنه غير ما عجبوش لا ما جاش على القناة ولا كذا ولا كذا. هذا هو اللي كاين. فيديو زوين، فيديو خفيف ظريف، فيديو شرحت فيه أكيد بزاف ديال الناس غيكونوا دووا على هذا الموضوع هذا. انا جاوني بزاف ديال التعليقات، شفت بزاف ديال الناس كيدويو على هذا البلان هذا، وقررت انني نعطيكم الراي ديالي وندوي لكم فيما يخص هذا البلان هذا. هادشي هو اللي كاين. نتلاقاو في فيديو اخر.